تحقيق كلمة الله عز وجل، وإن اعتدي على حق الله كما يرى، أو وإن رأى أنه أولى بهذا الأمر. لكن ليس معنى ذلك أنه بالنسبة إلى الخلفاء يقف موقفا سلبيا، بالعكس، وقف الإمام موقف إيجابي، وكما هو المعروف من سيرته، وكانوا يستعينون به في الاستشارة والرأي، وهو كان يشير ويطرح آراءه، وكان يقف إلى دعم القافلة الإسلامية، إلى دعم المسيرة الإسلامية. وإحنا لا يسعنا إلا ما وسع الإمام. إحنا أيضا عندما نمر بسيرة الخلفاء الراشدين، وإن كنا نرى أن الإمام علي أولى نعم بالخلافة، لكن ليس معنى ذلك أننا لا نقدر للخلفاء مكانتهم وإنجازهم ولا نحترمهم أبدا. بالعكس، على العكس من ذلك، نحن نحترمهم ونقدر لهم إنجازاتهم، ونقف أو بالأحرى نسير وفق ما أرشد إليه إمامنا الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في هذا الباب. هاي بالنسبة إلى السؤال الأول. نعم. بالنسبة إلى موقفنا من أم المؤمنين عائشة، أم المؤمنين عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وآله، وعرس رسول الله، وزوجة النبي من أمهات المؤمنين، وجديرة بالاحترام وجديرة بالتقدير. وقد افتات علينا البعض فزعم أننا نرمي أم المؤمنين بأنها ارتكبت البهتان، حاشا لله، ولا يقول ذلك منا أحد قط. وإذا أحببت بوسعك الرجوع إلى آيات الإفك النازلة في القرآن الكريم لترى تفاسير الشيعة كيف تقف من أم المؤمنين، كيف تحترمها وتنزه ساحتها، وتقول بأنها عرس رسول الله يجب أن تصان كرامتها وتصان سمعتها. وإمامنا الإمام علي يقول للنبي إن الله طهر نعلك فكيف لا يطهر عرضك. هذه من ناحية. ومن ناحية ثانية أن ارجع إلى تراجم من ذهبوا، من قال بالإفك في موضوع الإفك، ما فيهم واحد من الشيعة، محسوب على الشيعة ما فيهم واحد أبدا، محسوبين على غيرنا الذين ذهبوا إلى حديث الإفك. أما إحنا بالعكس، إحنا ننزه عرض رسول الله وننزه ساحة النبي، ونتبع في ذلك سيرة إمامنا أمير المؤمنين عندما وقف على رأسها وقال لها ما أنصفك الذين أخرجوك إذ صانوا حلائلهم وأبرزوك، وأفرد لها دارا في المعركة حتى تستكن بها، وأرسل إليها 20 خادمة فضلا عن الخادمة الواحدة لتتولى رعايتها. لكن بقي شيء، هل هي في خروجها على الإمام علي بن أبي طالب نحن نرى أن خروجها صحيح؟ لا، صريح رأينا أننا ندينها بذلك، كما يدين المسلمون من خرج على الخليفة أبي بكر ومن خرج على الخليفة عمر. نحن ندين من خرج على الإمام علي ما دام الإمام علي في نفس الخط وفي نفس الرتبة وفي نفس المكان. نرى بأنها في خروجها على الإمام علي بن أبي طالب فعلت ما لا ينبغي لها أو فعلت المحرم. بعد ذلك حتى المسلمون يذهبون إلى هذا، ولكن يقولون أنها تابت بعد ذلك. النقاش في هذه النقطة، هل أنها في خروجها على الإمام تجد مبررا شرعيا؟ هل يقرها الشرع على خروجها؟ احنا عندنا أدلة بأن من يخرج على الإمام، كما أن المسلمين يذهبون إلى أن من يخرج على الخليفة فهو باغي، والباغي يقاتل. نعم، وقد يعطوا أكثر من هذا، يرتبون عليه أحكام أكثر من هذا. لا شك نحن ندينها في خروجها على إمامها، ولكن عدا ذلك هي زوجة رسول الله، وهي موضع احترامنا وتكريمنا، وهي عرض النبي، والذي يتطرق إلى عرض النبي بشيء من الخدش فهو بريء من الله ورسوله. السؤال الثالث. نعم. والله أنا راح من بالي السؤال الثالث، بس معنا الأخت زينب علي من ألمانيا أيضا. صار لها فترة تنتظر. أخت زينب. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. منور الشاشة مولانا الجليل. عليكم السلام ورحمة الله. لا أريد أن أطيل عليكم لضيق الوقت، ولكن سؤالي أنا متزوجة منذ 10 سنوات، وطول هذه الفترة على خلاف مع زوجي، ومنذ 3 سنوات يعني هو طلقني غيابي، وبعدين يعني في هاي الفترة يعني رجعت إليه. فمن رجعت إنه هو راواني إنه هذه الورقة إنه أنا مطلقة غيابيا،
فما أعرف هل إنه أنا يعني رجعتي كانت بدون يعني عقد، فهل هو هذا يعني ما حكم الشرع؟ يعني رجع بعد انتهاء العدة، انت وصلك امر الطلاق لو لم لا أنا ما وصلني، بس مجرد هو يعني ما تدرين ان بينما هو طلقك قبل 3 سنين بالضبط ما يسوغ له ان يرجع اليك الا بعقد جديد. لا أنا رجعت له ورا تقريبا 6 أشهر من هذه الورقة. رجعتي له بعد 6 أشهر؟ بعد 6 أشهر. حتى بعد 6 أشهر لأنه انتهت مدة العدة. لابد هو الرجوع خلال مدة العدة. إذا انتهت العدة وما رجع هذا لابد من عقد جديد. هو يعني على أساس أنه هو طلاق غيابي وأنا ما أعرف. حتى لو كان غيابي هو في واقع الأمر هو مدان. طلاق وكان مع شهود وورقة موجودة. هو مدان ما يسوغ له أن يرجع إليك إلا بعقد جديد. نعم. أيضا معنا الأخ أبو عبد الرحمن من لندن. أخ أبو عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن نسأل الشيخ اسمه؟ تفضل أخوي. أود أن أسأل الشيخ ما رأيه في كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب للشيخ الطبرسي؟ فصل الخطاب ما يشكل جزء من 100 جزء مما ذكره السيوطي في الإتقان من تحريف القرآن عند أهل السنة، وبوسعي أن أضع يدك على مئات من الروايات والأحاديث التي تذهب إلى تحريف القرآن عند أهل السنة، ولكنني أعرف أن رأي الجمهور لا يصحح ذلك. وإذا أحببت الوقوف على ذلك بوسعك الرجوع إلى كتاب التحقيق في نفي التحريف للسيد علي الميلاني، وإلى الإتقان للسيوطي، وإلى الجزء 13 من البحار أو إلى الجزء الخاص بالقرآن من البحار، وإلى مجموعة أخرى من الكتب، وإلى التفاسير بيوسعك الرجوع إلى تفسير الإمام القرطبي لترى كم هناك من الأحاديث والروايات التي تذهب إلى تحريف القرآن عند أهل السنة. وأيضا بيوسعك الرجوع إلى كتاب البيان في تفسير مقدمة تفسير القرآن للإمام الخوئي المعاصر قدس الله سره، لترى روايات التحريف عند أهل السنة 10 أضعاف روايات التحريف عند الشيعة، ولكننا نحن نعرف أن رأي جمهور المسلمين لا يأخذ بهذه الروايات ويطرح هذه الروايات. وكذلك كل قول عندنا يذهب إلى وقوع التحريف في القرآن الكريم فهو مردود على صاحبه ولا نقول به، ومن يقول خلاف ذلك فهو لا يعرفنا ولم يطلع على تراثنا. وكتاب فصل الخطاب الذي ذكرته، وكتاب ما الكليني وهو الكافي، الكليني في صدر كتابه وضع شرطا ينفي روايات التحريف. هذا الشرط كل رواية تخالف كتاب الله أو سنة نبيه مطروحة. بهذا الشرط هو الروايات التي ذكرت في التحريف عند الكليني في الكافي روايات ذكرت في باب الزيادات في باب الشواذ، يعني التي لا يؤخذ بها. وبيوسعك الرجوع إلى الكتاب لتقرأه، وبيوسعك الوقوف على ما ذكرت لك من المصادر لتعرف أن الذاهبين إلى القول بالتحريف تحريف القرآن من أهل السنة 10 أضعاف أو ربما أكثر، ولكننا لا نرميهم بالقول بالتحريف أبدا، لأن لا يسع مسلم يؤمن بالله وبرسوله ويأخذ أحكامه من القرآن وهو يعلم أن القرآن محرف. إذا كان القرآن محرف كيف يشغل لنا أن نأخذ أحكامنا من القرآن؟ ويجوز أن هذا المحرف أو الساقط أو الواقع فيه ما يقيد إطلاق أو فيه ما يخصص عموم أو فيه ما يبين مجمل، فنحن نضرب بأقوال التحريف عرض الجدار ولا قيمة لهذه الروايات، وليست كل رواية ترد في كتاب نعمل بها. وألفت نظرك أن كتب الصحاح عندنا نحن نطرح ثلثها، ما عندنا كتاب صحيح من أوله إلى آخره، جملة كل رواية نخضعها إلى مناقشة دقيقة، بعكس أفرض المذاهب الإسلامية الأخرى التي ترى في البخاري مثلا أنه صحيح على إطلاقه ومسلم صحيح على إطلاقه وجملة من كتب الصحاح ولهم آراءهم وإحنا ما لنا أن نفرض عليهم، بالعكس. لكنه في باب المناقشة نترك هذه المناقشة نخليها للعلماء الذين يعرفون هذه الجزئيات الدقيقة حتى لا نقحم العام في أمور تصل إلى حد التهاتر، والله يعصمك ويعصمنا إن شاء الله من الخطأ. مولانا ما صار عندنا وقت لسيدك عن حق المرأة في الإسلام.
حق السياسي، حق الاجتماعي. والله يا سيدي مكانتها. هذا يحتاج إلى ندوة خاصة حق المرأة. طيب هل الإسلام يعني ضد حقوق المرأة؟ معاذ الله. طيب هل الإسلام يضع المرأة على حد المساواة مع الرجل إلا فيما يخص الفطرة. يعني بتعبير آخر أن بعض الأحكام نابعة خارج وظائف المرأة، وبعض الأحكام مرتبطة بوظائف المرأة، سواء كانت وظائف نفسية أو وظائف جسدية أو إلى آخره، يعني خواص المرأة. في الإسلام مثلا لنفرض على سبيل المثال، الإسلام يعطي المرأة بالميراث مثلا سهم ويعطي الرجل سهمين. هذا يرتبط ارتباط مباشر بالبنية الاقتصادية الإسلامية. البنية الاقتصادية تحريف في القرآن الكريم فهو مردود عن كل شيء بالنسبة للمرأة، سواء كانت أم أو أخت أو زوجة، هو يجب أن ينفق عليها. فإذا كانت نفقة المرأة واقعة على الرجل والرجل مسؤول عن كل تكاليف المرأة، الحصة التي تأخذها من الميراث تضمها المرأة، تنتفع بها، تدخرها، بينما الرجل لا ينفقها عليها. إذا المسألة ناظرة إلى باب من أبواب التوزيع في الاقتصاد الإسلامي. التوزيع في الاقتصاد الإسلامي بالنسبة للمرأة حصة وللرجل حصتين، نظرا إلى أن التكاليف ملقاة على عاتق الرجل، يخضع لضوابط التوزيع في الاقتصاد الإسلامي. نعم. وليس لعدم المساواة. طيب مولانا، أنا آسف أقاطعك، بس أيضا شنو موقف الإسلام من قضية الشورى وحقوق الإنسان والديمقراطية؟ مسألة شورى إلى حكم، حقوق إنسان إلى حكم، وديمقراطية إلى حكم. يعني هاي كل واحدة من هذه الواقع تحتاج إلى توسع وإلى شرح دقيق. لكن هي مقدمات. نعم، هل يقف الإسلام أيضا عائقا أمام تمتع معاذ الله، هو الإنسان الإسلام دين الشورى بالحقوق السياسية؟ الإسلام دين الشورى. هل الولاية التي تذهب إلى ولاية الأمة على نفسها في حال غيبة الإمام، ترى أن الأمة من حقها وهي ولية على نفسها أن تختار من الأنظمة ما يمثلها تمثيلا صحيحا، ويوسعها أن تختار النظام الديمقراطي أو غير مولانا، هل معنى هذا أن الإسلام ضد الديمقراطية أيضا؟ معاذ الله، بس الديمقراطية شنو تختلف، وتحديد الديمقراطية حكم الشعب يعني. أدري حكم الشعب بأي معنى؟ خارج نطاق الكتاب والسنة؟ لا. حكم الشعب خارج نطاق الكتاب والسنة؟ لا، لأن الكتاب والسنة هما المنبع الذي نقتدي به، والذي يعني نأخذ أحكامه ونأخذ إرشاداته ونأخذ توجيهاته. يعني ما ممكن أي حكم من الأحكام يخرج عن نطاق الكتاب والسنة ويمكن احنا نقر بمشروعيته، ممكن، لأنها مخالفة لنص، احنا ما نجتهد في النص نفسه. طيب مولانا، هل يحضر الإسلام إنشاء الأحزاب أو التأسيس أو الترخيص للأحزاب؟ أبدا، إذا كان الهدف من وراء إنشاء كتلة أو إنشاء حزب يستهدف تحقيق العدل مثلا ضمن الأسس العامة التي وضعها الإسلام، نرحب به، أهلا وسهلا به. طيب مولانا، سؤال أخير، أنا آسف نقرب من البرنامج على الانتهاء. أيضا هناك حديث عن صراع الحضارات. ليش؟ يعني شنو الداعي إلى أن تصارع الحضارات؟ هل الإسلام من الأديان التي تحث على الصراع مع الحضارات؟ لا، هذا الواقع مو صراع مع الحضارات، هذا الصراع مع الحق، بين الحق والباطل. يعني أنت أحيانا قد تسمي الباطل حضارة، أكو عندك نمط من التصرفات قد تعطيه صفة الحضارة وهو ليس بحضارة. يعني أنت الآن عندما تسمح لي للرجل أن يتزوج الرجل وتسمي لي جزء من حضارة قائمة، أنا لا أقبل به، هذا خلاف الفطرة. طيب لكن فأنا لما أحرمها ما جاي أحرم حضارة، ما جاي أصارع وياك حضاريا، جاي أصارع وياك إنسانيا. طيب مولانا، سؤال أخير بس بإيجاز، لأن ما بقى عندي بس ثواني. تفضل. هل الإسلام ضد أي دين من الأديان السماوية الأخرى؟ معاذ الله، لا نفرق بين أحد من رسله، لكن كل ما في الأمر أن الإسلام جاء فختم الأديان الأخرى، لا بد من الأخذ به باعتباره خاتم للأديان، وإلا يصارعها لا. شكرا مولانا، وشكرا لكم أعزائي المشاهدين، ونعدكم بحلقة أخرى بإذن الله. وأنا مستعد أنا آسف أحكي بسرعة، إذا كان الشيخ الدكتور الوائلي موجود في لندن لفترة أخرى نعدكم بلقاء آخر، ونعدكم بلقاءات مع رجال دين من كافة المذاهب بإذن الله أن توفرت. وأيضا نحن طلبنا كما أسلفت لقاء مع البابا شنودة، فضيلة البابا شنودة، وإن شاء الله تتوفر لنا فرصة أخرى. نعتذر من السادة المشاهدين الذين بعثوا الفاكسات ولم يتسنى لنا قراءة أسمائهم أو قراءة أسئلتهم، ونعتذر من السادة الذين لم يتسنى لنا إعطائهم الفرصة للحديث. شكرا لكم أعزائي المشاهدين أخرى، ومرحبا بالشيخ الجليل. وقبل أن نبدأ بود الشيخ أعتقد أن يتفضل ببعض التنويه إن شاء الله.
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الأخيار المنتجبين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وبعد، يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. صدق الله العلي العظيم. أشير هنا إلى أن هذه الأداة المؤكدة وهي لفظة إنما توضع في صدر الجملة لتأكيد مضمون الجملة، فكأن القرآن الكريم في صدر هذه الآية الكريمة يريد أن يلفت أنظارنا إلى أننا أمة واحدة. أخساري الشمري من بريطانيا. أخساري الشمري. أعزائي المشاهدين، معنا أخساري الشمري. أخ عباس رضا من السويد. أخ عباس. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شلون الصحة؟ حياك الله حبيبي، أهلا مرحبا. السلام عليكم شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله. رحم الله كل أعمالكم. حياك الله. ونرجو منكم الدعاء. حياكم الله. هلا. أنا أذكر يوم من الأيام في الكاظمية طلبت منكم الدعاء والدعاء استجاب. نسأل الله رحمته. بالنسبة لمسألة دعوة علماء السنة والشيعة للحوار، أنا أتصور أنه ممكن من خلال هيك برنامج، لو أنه الأخوة في الأيام قبلوا هالمسألة، وبعدين تحديد بعض الأبواب. هذا شرف كبير، يعني شو مسألة قبول، يعني نتمنى بالتأكيد إنه إن شاء الله تتوفقون وبكل مذاهبنا الإسلامية أن يقربوا المسافات وأن يخدموا هذا الدين الحنيف بالتأكيد. أنا أتصور أنتم أهل لذلك. الله يسلمك. بعدين أنا أرجو من الشيخ سماحة الشيخ أنه يكون دعوة للأخوة المسلمين موجودين في أوروبا أنه يدخلوا المنظمات الإنسانية وحاولوا تعريف الإسلام بصورة من الصور، من خلال أخلاقهم، من خلال الممارسات، الحديث، المناقشات. ولي سؤال: في إحدى الإذاعات أو الفضائية كان هناك أسئلة وأجوبة نحو الإسلام، فرفضوا أنه وجود كتاب نهج البلاغة، هل هو صحيح أو أنه منسب للإمام علي؟ ولكم جزيل الشكر، ولا تنسونا بالدعوات، ورحم الله. حياكم الله. شكرا جزيلا. مولانا إذا تكرمت بس ناخذ أيضا سؤال آخر وبعدين نرجع. الأخ ساري الشمري رجع معنا على الخط. أخ ساري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام أخوي. مرحبا هشام، كيف حالك؟ الله يسلمك حبيبي. سلامي لفضيلة سماحة الشيخ. أهلا بك. وعليك السلام. سؤالي حقيقة أبي أرجع شوي معاكم مع فضيلة الشيخ في جوابه على الأخ اللي اتصل من البحرين وسألوا عن زواجه، فقال له أنه طبعا ما قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وضروريات الدين. فيا ليت سماحة الإمام يفصل لنا هذول. طبعا معروفة لا إله إلا الله محمد، لكن ما هي ضروريات الدين في الأساس؟ يعني ضروريات الدين يعني مثلا المسلم الذي لا يقول بتشريع الصلاة، يعني يقول أن الصلاة هذه ما شرعها الله عز وجل، ينكر تشريع فرض الصلاة، هذا أنكر ضرورة من ضرورات الدين. مثلا وجوب الصيام، وجوب الحج مثلا من ضرورات الدين. هذه الأمور الضرورية، مثلا الإيمان بيوم القيامة بالمعاد، الإيمان ببعثة النبي صلى الله عليه وآله، هذه كلها بأجمعها تعتبر من الضروريات، والتي الإيمان بها هو علامة من علائم الإسلام، وعدم الإيمان بها موجب للكفر. فالضرورات معروفة ومعدودة ولا يسعنا استقصائها في هذه العجالة. فالمسلم إذا كان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ويعرف أن الإسلام بني على 5، نعم، ومنها الحج ومنها الجهاد في سبيل الله ومنها يعني الضرورات التي عليها المسلمون. هذه الضرورات عدم الإيمان بها مخرج للإنسان عن الإسلام. إذا كان الإنسان يؤمن بها ويتشهد الشهادتين فهو مسلم، وما نحتاج للكفاءة
بين الزوج والزوجة غير هذا، لأن القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فأي شرط آخر يعتبر من الكفاءة وهو مفتعل احنا نرفضه، نقول أن الشيء المطلوب هو فقط الإسلام والمسلمون تتكافأ دماؤهم وأموالهم وأعراضهم. شكرا مولانا. أيضا معنا الأخت أم أحمد من بريطانيا. أخت أم أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله. شيخنا الحقيقة عندي سؤالين، الحقيقة معذباتنا هذين السؤالين. بالنسبة إن إحنا يعني عايشين في بريطانيا، وتعرف بالنسبة للبنوك لما تأخذ أي قرض من البنك في بريطانيا. ماذا أسمع شوية صوت؟ بالنسبة للقروض في بريطانيا إيه؟ لما نريد نشتري أي بيت إيه؟ أو نشتري حاجة أو ندخل في مشروع، يجب أن نأخذ قرض من البنك. إيه؟ ولما نأخذ قرض الحقيقة كأنه ندفع فوائد على القرض. إيه؟ الحقيقة أنا سمعت أكثر من شيخ قالوا هذا حرام، يعني إيه؟ بيعتبر كأنه هذا ربا، لكن ماكو وسيلة أخرى لأنه نسهل أمورنا الحياتية. يعني كيف نشتري بيت، نريد نعيش بيت، كيف ندخل في مشروع تجاري إذا إلا نأخذ قرض من الدولة، والدولة من الحكومة البريطانية أو من البنك البريطاني، والبنك البريطاني يفرض علينا فوائد. فقالوا إنه هذا حرام. هذا السؤال إذا أعرف هل هذا حلال أو حرام. والسؤال الثاني والسؤال الثاني بالنسبة لي زوجي يعمل الحقيقة، حاول أن يجد عمل في أي مكان آخر، ما لقى غير يعمل في مصنع سندويشات، وهذا يعني سندويشات من كل أنواع، ومن ضمن الأنواع اللي يعملها هو لحم الخنزير. طبعا هو ما يمسك بإيده لأن هو يلبس كفوف، فقسم قالوا حرام يعني يعمل في هذا المجال، بس ماكو مجال آخر. كيف نعيش؟ يعني ما ممكن نمد إيدنا، ما يحب نمد إيدنا يعني للإعانات الاجتماعية. شكرا أختي العزيزة. شكرا. أولا حول السؤال الأول، إذا الإنسان يصل به الأمر إلى حد الضرورة، يعني يكون الضرورة يحصل إذا لم يجلس في بيت أو لم يحصل على بيت يحميه من الحار والبرد ويستره، إذا وصل الأمر إلى حد الضرورة البعض يرى جواز الاقتراض ولو بفائدة إذا وصل الأمر إلى حد الضرورة، بس تحقيق الضرورة في واقع الأمر هذا يعني سعة وضيقا مختلف فيه. والمسألة الثانية، البعض يرى أن بعض الأموال تعتبر غير محترمة، وإذا اعتبرت غير محترمة فالإنسان عندما يدفع فائدة القرض لا يدفعه بعنوان الفائدة، وإنما يدفعه بعنوان التخلص من الضرر، لأن هذا إذا لم يدفع يسجن. نعم. على العموم المسألة بها تفصيل في هذا المورد، وأنا ألفت نظر السائلة هناك كتاب، هذا الكتاب لبعض العلماء الفقهاء المعاصرين وهو السيد السيستاني مد الله في عمره، يستعرض به هذه المسألة، مسألة المورجز ومسألة التخلص من عدها في باب الأخذ من البنوك بالوسع الرجوع إليه، لأن المسألة أكو بها تفصيل. أما المسألة الثانية، عامل بلحم الخنزير، يعني هذا يبيع وينقل، يعني هذا هالعمل يشكل إعانة على الإثم، إعانة على الباطل. بس هو مولانا ما يبيع، هو يشتغل في مصنع لدى أجير لدى صاحب المصنع. إيه بس هو ينقل هذا. نعم. ينقل هذا الطعام اللي بلحم الخنزير فيبيعه ويستلم ثمنه من قبل المشتري. نعم. وهذا المقدار من العمل بإعانة على الإثم. نعم. فإذا حقق هذا المعنى إعانة على الإثم طبعا يحرم، ما في شك. مولانا معنا السيد عبد الرحمن الوائلي من هولندا. أخ عبد الرحمن. الأخ عبد الرحمن الوائلي من هولندا يمكن مسامعنا. الأخ عبد الرحمن هلال أيضا من نيويورك. أخ عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي تفضل. سماحة الشيخ لو سمحت لي عندي أسئلة أتمنى من الله أنه أجد تفضل بالأسئلة أخوي عشان توفر الوقت. تفضل اتكرم. تفضل.
طيب السؤال الأول بسأل عن مبدأ التقية عند الشيعة، هل هو هذا تقية يعني في أو التقية؟ إيه؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هناك عندنا في السنة المذاهب والفرق، وفي حديث للرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيما معنى الحديث أن أمتي سوف تتفرق على 71 فرقة أو 77 فرقة كلها في النار ما عدا واحدة. والسؤال الثالث لو تكرمت، سمعت أنا شريط لجماعة شيعية منها نشيد وإلى آخره، يؤلهون فيه في بعض القصص علي كرم الله وجهه، يقول أنه يحيي الموتى إلى آخره. السؤال الأخير لو سمحت لي، ما صحة سب بعض المذاهب الشيعية للخلفاء الراشدين؟ أتمنى أني أجد عندكم الإجابة الشافية، لأني هذا السؤال الرابع أخ عبد الرحمن، السؤال الرابع ما هو؟ توضح السؤال الرابع بس لو تكرمت. يقول سب اللي هو الشيعة لبعض الخلفاء الراشدين. أخي العزيز، ألف شكر، أسئلتك واضحة وشكرا لك. دعني أجيبك عليها. للإجابة على السؤال الأول، أولا التقية ليست عند الشيعة فقط، التقية عند كل المذاهب الإسلامية. وأرجو منكم يا إخوان أن تقرأوا قبل أن تسألوا، أن تقرأوا، لأن الكثير منكم يجهل فقهه وتاريخه وتفسيره. وأنا أرشدك إلى المصادر السنية التي تؤكد لك أن موضوع التقية عند كافة المذاهب الإسلامية. فبوسعك الرجوع إلى تفاسير أهل السنة بأجمعها عند تفسير الآيات الآتية: بسم الله الرحمن الرحيم، من كفر بعد إسلامه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الآية الثانية: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقات. الآية الثالثة: فابعثوا أحدكم بورقكم هذا إلى المدينة إلى قوله وليتلطف. وهناك آيات أخرى كثيرة تتعرض إلى موضوع التقية. بوسعك الرجوع إلى تفاسير المسلمين، وسترى أن تفاسير المسلمين بأجمعها تقول على اختلاف آرائها بجواز التقية، وأحيانا يقول البعض بوجوبها ويقول البعض الآخر باستحبابها، يعني أن التقية موضوع تعرض له الأحكام الخمسة. هذه من ناحية. من ناحية ثانية التقية في القول والفعل وليست في القول دون الفعل. من ناحية ثالثة التقية في واقع الأمر لها أحداث تاريخية ارتبطت بها، ومؤرخو المسلمين عندما يمرون بها الأحداث يذكرون أيضا أحكام التقية. وأنا حتى أوفر عليك التعب أرشدك إلى المصادر التي تثبت أن المالكية والشافعية والأحناف والحنابل والشيعة يذهبون إلى أن التقية مناطها الضرر. إذا خاف الإنسان الضرر على نفسه أو على عرضه أو على ماله يتعين عليه استعمال التقية. وإذا أحببت بعض المصادر أنا أشير لك لبعض المصادر. انظر إلى الجزء 13 من تاريخ بغداد للخطيب البغدادي في ترجمة الإمام أبي حنيفة ونزاعه مع ابن أبي ليلى حول القول بخلق القرآن. ابن أبي ليلى سأل أبا حنيفة: ما تقول في القرآن؟ قال: مخلوق. قال: أترتدع عن هذا أم أقدم عليك؟ قال: القرآن كلام الله. فأخذ بيده وطاف به على الجماهير وقال: إنه قد تاب. يقول حماد: فسألت الإمام أبا حنيفة قلت له: كيف فعلت ذلك؟ قال: إن خفت أن يقدم علي فأعطيته التقية بهذا النص. انظر إلى ما ذكره القرطبي عند تفسير قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول إلى آخر الآية. انظر إلى رأي ابن خويز منداد
وهو من أئمة الموالك، يقول إن المبتدع لا يصلى معهم إلا أن يخشى منهم فيصلى معهم تقية. انظر إلى رأي الإمام الشافعي الذي ذكره الفخر الرازي عند تفسير هذه الآيات المذكورة، وهو أن التقية إذا شابهت الحالة بين المسلمين، الحالة ما بين المسلمين وغيرهم، تتعين التقية وتجوز التقية، لأن هناك من يتصور أن التقية لا تجوز إلا بين المسلمين والمشركين. لا، انظر إلى ما ذكره ابن العربي المالكي عند تفسير قوله تبارك وتعالى على ما أتخطر الآية 23 من سورة النساء، الآية 23 من سورة النساء، عندما يمر إلى تفسيرها انظر إلى تفسير ابن العربي وإلى تفسير آية السجدة وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. كان يقول أن هذه الآية، هو يرى ابن العربي أن هذه الآية فيها سجدة واجبة، يقول أنا تحاشيت قراءتها لأني إذا سجدت البعض يرى أنها غير واجبة فيؤاخذني، وإذا تركتها تركت واجبا. نعم، فتحاشيت ذلك وذكرت قول النبي صلى الله عليه وآله سيأتي زمان يكون المنكر فيه معروفا والمعروف فيه منكر، ويعقب عليها الإمام القرطبي على هذا المعنى بالتعقيب التالي، يقول أن النبي قال لزوجته عائشة أم المؤمنين لولا حدثان قومك بالإسلام لأرجعت قواعد البيت إلى ما كان عليه في أيام إبراهيم، ومعنى ذلك أنه استعمل تقية. ولأوفر عليك عشرات المصادر التي تستوعب لك موضوع التقية من كل أبعاده، انظر إلى كتيب اسمه التقية للشيخ علي الشملاوي، طبع في بيروت سنة 1982، بيوشك الرجوع إليه لترى أدلة فقهاء المذاهب من أهل السنة باستعمال التقية، وأن التقية عندهم كافة وليست عند الشيعة فقط، وإنما حسبت على الشيعة لأنهم تعرضوا للاضطهاد أكثر من غيرهم، ولو لم يتعرضوا للاضطهاد لما حسبت عليهم. وهكذا فالذي أرجوه من إخواني من مختلف المذاهب الإسلامية أن يطلعوا على تفسيرهم وتأريخهم وفقههم وأن لا يتسرعوا في نسبة شيء إلى جهة دون جهة أخرى وهم لم يعرفوا استيعاب وجه المسألة. مولانا الشق الثاني عن المذاهب الشق الثاني نعم، ما كان السؤال؟ يقول انه 73 ستفترق امتي. نعم. في الواقع هناك تفسيران. اهل السنة يقولون ان الفرقة الناجية هم الجماعة، ولكن من هم هؤلاء الجماعة؟ يعني احنا نعرف ان الاختلاف بالفروع والاختلاف احيانا باكثر من الفروع واقع بين المذاهب الاسلامية الاربعة أكثر مما هو واقع بين الشيعة وأهل السنة، وبيوشك الرجوع إلى ما لا يجوز فيه الخلاف للشيخ عبد الجليل عيسى من علماء الأزهر لترى النقاط المختلف فيها، وبيوشك الرجوع إلى أي كتاب فقهي أو عقائدي لترى الاختلاف بين المذاهب الإسلامية أنفسهم الأربعة والاختلاف بينهم وبين الشيعة، وهذا اختلاف لا غبار عليه إذا كان منشأه فهم الدليل، وإذا كان منشأ هذا الخلاف نعم يستند إلى أصول فنية، ثم بعد ذلك تصحح الآراء. في الواقع أهل السنة يذهبون إلى أن الفرقة الناجية هم مجموع الأمة الإسلامية، يعني المجموع، وبينما يذهب الشيعة إلى أن الفرقة الناجية هم الشيعة الذين اتبعوا أهل البيت، لقول النبي صلى الله عليه وآله إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، ولقد نبأني اللطيف الخبير أنهما لا يفترقا حتى يردا علي الحوض. وبيوشك أن ترجع إلى مصادر هذا الحديث من مذاهب أهل السنة في كتاب مناقب الخمسة في الصحاح الستة للفيروز آبادي المعاصر،
نعم. الشق الثالث مولانا أيضا هذا السؤال الثاني. وهناك آراء أخرى في تفسير هذا الحديث. وعلى العموم الذي نرجوه أن تكون أمة محمد كلها إن شاء الله ناجية إن شاء الله، وليس معنى ذلك أننا نريد أن نرفع المسؤولية عن عواتقهم في تحري الحق والابتعاد عن الباطل. ثالثا السؤال التأليه، أن هناك من يؤله الإمام علي عليه السلام. احنا نبرأ من كل مغال، وما عندنا في واقع الأمر شيعي يرى أن علي بن أبي طالب أكثر من عبد من عبيد الله. علي بن أبي طالب لا يحيي ولا يميت، هو عبد من عبيد الله. هو مر على جماعة فرآهم في شهر رمضان يأكلون، قال أنتم على سفر؟ قالوا لا. قال أفعندكم ما يوجب الإفطار أمرضى؟ قالوا لا. قال إذن ما الذي يدعوكم إلى الإفطار؟ قالوا أنت. فنزل إلى الأرض ومرغ خديه بالتراب وقال أنا عبد من عبيد الله، وأمرهم بأن يرتدعوا، وإذا أصروا على ذلك أمر قنبر بأن يؤجج لهم النار فيحرقهم. احنا الغلاة عندنا لا نزوجهم ولا نتزوج منهم وما نعتبرهم مسلمين وننجسهم، وحتى إذا رأينا جثثهم على قارعة الطريق لا ندفنهم. بس ما عندنا الحمد لله من يؤله الإمام علي. هاي في يوم من الأيام يا أخي كانت عملية ردة فعل. الأمويين شتموا الإمام علي 80 سنة على المنابر، ولكل فعل رد فعل يساويه قوة ويخالفه اتجاه. في واقع الأمر هاي نشأت عند البعض عملية من هذا النوع، يعني عملية ردود فعل. وإلا مسلم يؤمن بالله وبرسوله يرى أن بعض الناس يحيي ويميت من دون الله، هذا لا يوجد أبدا. هو علي بن أبي طالب مات، نعم، والقرآن الكريم يقول لنبيه إنك ميت وإنهم ميتون وما إحنا من يحيي ومن يميت أبدا من الشيعة. مولانا باقي لي 5 دقائق. رابعا سب الصحابة. باقي لي 5 دقائق قبل الموجز معي أيضا مستمعين أو مشاهدين. سب الصحابة في واقع الأمر كتبنا بين يديك. إذا استطعت أن توجد لي كتاب من كتبنا المعتبرة، وليس كل كتاب معتبر، هذه نقطة يجب أن تلتفتوا إليها. عند أهل السنة كتب تسب أهل البيت، ولكن لا نحمل على السنة نسبة تلك الكتب، ولا نقول أنها منسوبة لأهل السنة أبدا، لأن أهل السنة يعلمون منزلة أهل البيت عند الله عز وجل. وعندنا أيضا بعض الكتب التي لا تعترف بها قاعدتنا، أو بالأحرى لا تعترف بها جماعتنا. يعني المفروض أكو عندنا ما هو متفق عليه بين الشيعة. احنا عندنا صحابة رسول الله موضع تقديرنا وتكريمنا، نعم نقيم بهم صحيح. طبعا انت ما تريد من عندي انا اجعل المغيرة ابن شعبة مثل عمر ابن الخطاب. عمر ابن الخطاب بما الى من انجاز انا ما اجعل حال المغيرة ابن شعبة ابدا. اقيم منزلة هذا ومنزلة هذا، اما اني اشتم لا. وكما اقيم بين عمر وبين المغيرة اقيم ايضا بين عمر وبين غيره من الصحابة، وهم الصحابة كانوا يقيم بعضهم بعضا. اما السب احنا ما عندنا شيء من السب في مثل هذا الا عملية ردود فعل من بعض الجهال. مولانا ايضا معنا الاخ احمد بوتراب من بريطانيا. اخ احمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. انا ابو منتصر ولست ابو احمد. تفضل. انت اعطيت اسمك. نعم. ابو احمد. أحمد بوتراب. جيد، لأن مرة ماضية حاولت مرتين لم يدخلوني. والآن لي مداخلة مع فضيلة الشيخ والوقت لا يكفي. تفضل. أرجوكم سعة الصدر لأن أنا لي الرد وليس مداخلة. راح تأخذ دور غدير. تفضل أبو منتصر. لا بأس، إذا خلوه هي تتكلم، أنا أتكلم بعد الصلاة بعد الأخبار لأن لي مداخلة طويلة. طيب إن شاء الله. الأخت غدير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الدكتور الوالي أدام الله بقاءكم. أهلا بك. عندي 3 أسئلة. نعم. سؤالين كثيرا ما نتعرض إليهم ولكن لا نستطيع الإجابة عليهم بصورة واضحة. السؤال الأول. نعم. هل هناك نص أو حديث نبوي شريف يؤكد أن الفتاة تبلغ عند سن 8؟ والسؤال الثاني. لماذا السجود على التربة؟ نعم. السؤال الثالث هو لماذا دائما الشيعة تكون في موضع اتهام وعلينا دائما الدفاع؟ وشكرا. نعم.
أما فيما يخص البلوغ فيه رأيان. عندي دقيقتين بس مولانا قبل ما الرأي الأول أن البلوغ إذا بلغت البنت 9 سنوات نعم يترتب عليها ما لها وما عليها، يعني البلوغ عند بلوغ السن إكمال السن 9، هذا رأي بالبلوغ. والرأي الثاني لا، إذا جاءتها العادة الشهرية، هذا الرأي، هاي رأي في البلوغ، هذا رأيين في البلوغ. وهناك آراء أخرى تختلف عن هذين الرأيين، هذه واحدة. ثانيا فيما يخص التربة الواقع الحديث عنها طويل، لكن على الإجمال أقول أولا بإجماع المسلمين أن السجود على الأرض وما أنبتت جائز بإجماع المسلمين، لا يختلف في ذلك أحد من المسلمين، هاي واحدة. ثانيا أنه إذا كان السجود على النبي صلى الله عليه وآله يقول جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا، وعلى نص آخر جعلت لي الأرض مسجدا وطهور. فإذا كانت الأرض موضع للسجود وصالح إلا ما استثناه الدليل، يعني الأرض المحروقة مثلا أو المعدن، وإلا الأرض بصورة عامة هي صالحة للسجود. هاي من ناحية. من ناحية ثانية لماذا هذا التراب بالذات؟ أنا ألفت نظر السائلة إلى الرجوع إلى بعض الكتب مثل كتاب أخبار مكة والمدينة، مثل كتاب وفاء الوفاء للشمهودي، الذين يذهبون أو التي يذهب أصحابها إلى أن أرض المدينة، بعض العلماء يعني يذهب إلى أن أرض المدينة أفضل من أرض مكة. أرجو أن أؤجل الإجابة على هذا السؤال إلى أن ينتهي موجز الأنباء وسأجيبك بالتفصيل إن شاء الله. بصدد الانتقال بكم إلى غرفة الأنباء، الأخبار قصدي، وللتعرف على آخر موجز للأنباء قبل أن نعود. أعزائي المشاهدين حياكم الله في الجزء الثالث والأخير من حلقة الليلة، الحلقة الخاصة من برنامج الحوار المفتوح. أنا هشام ديوان أقدمها لكم من شبكة الأخبار العربية من لندن على الهواء مباشرة. ضيف حلقة الليلة كما هو معروف العلامة الشيخ الفاضل الدكتور أحمد الوائلي، وقد تحدثنا في الجزئين الأول والثاني عن العديد من القضايا المتعلقة بالإسلام والشريعة، أجاب سماحة الشيخ على أسئلة عدد كبير من السادة المشاهدين والمشاهدات. أيضا سنخصص فقط 10 أو 15 دقيقة من الجزء الأول هذا للإجابة على أسئلتكم عبر الهاتف، ونحاول قدر الإمكان الإجابة على العدد الكبير من الفاكسات التي وردتنا، ونعد أيضا بما يعني ونأسف إذا في حال لم نستطع الإجابة على كافة الأسئلة الموجهة عبر الفاكس بأن نتسلم فاكساتكم وعليها أرقام فاكساتكم تليفوناتكم ونوصلها للشيخ حتى يجاوبكم عليها بالتليفون أو بالفاكس، وهذا وعد من عندنا ورجل موافق وحياكم الله أيضا. وهذه دفعة جديدة أيضا نجت الآن من الفاكسات. مولانا تحدثنا قبل قليل حتى عن موضوع المدارس الشرعية، وفي إلحاح على هذا الموضوع أنه هل يجوز فصل الطلبة من المدارس الشرعية طالما هي بأموال المسلمين؟ يعني هل يجب أن يذهب هؤلاء الطلبة؟ هناك موضوع يستأثر شوية بالاهتمام أكثر، دعني أكمله. اتفضل. وهو موضوع التربة. ذكرت فيما سبق أن موضع إجماع المسلمين أن السجود على الأرض وما أنبتت هو موضع السجود، والذي يسجد على الأرض لا يعبد الأرض، يسجد لله، وإنما الأرض هي موضع للسجود. أما السؤال لماذا هذه التربة، أنا ذكرت أن فريق كبير من علماء المسلمين كما نصت عليه المصادر، ومنها وفاء الوفاء للشمهودي، ومنها أخبار مكة والمدينة، ومنها يذهبون إلى أن أرض المدينة أفضل من أرض مكة، شريحة كبيرة من العلماء. والبعض الآخر يرى لا، أن أرض مكة أفضل من أرض المدينة، ويعللون الأفضلية بأن أرض المدينة لامست جسد النبي صلى الله عليه وآله، وما لامس الأشرف فهو أشرف. انطلاقا من هذا، الحسين ابن رسول الله جزء لا يتجزأ من رسول الله، والتربة التي دفن فيها تربة طاهرة وفيها روايات في فضلها. فأولا هي تربة يصح السجود عليها يعني من الأرض، وثانيا أنها تربة مقدسة ووردت في فضلها روايات كثيرة، وأنها فيها بضعة من رسول الله. نعم.
فلهذه مجتمعة احنا نأخذ واحترازا من النجاسة في موطئ الأقدام في بعض الأراضين أو في بعض الأمكنة، الواحد منا يعني يصطحب معه قطعة من التراب ويسجد عليها، لأنها أولا أرض، ولأنها من أرض طاهرة، ولأنها من أرض ورد في فضلها روايات، فنسجد عليها. زين، وما عندنا حساسية إزاء الآخرين إذا سجدوا على الفراش، لأن احنا دليلنا أن السجود على الأرض، والأحكام تتبع الأسماء. الأرض يعني هاي الأرض التراب، غير الأرض المستحيلة، فإذا السجود عليها يصح هاي من ناحية. بعدين هناك من المذاهب الإسلامية من يجوز السجود على عذرة. نعم، وإذا أحببت ارجع إلى المنخول للإمام الغزالي وانظر إلى صلاة بعض المذاهب الإسلامية كيف يذكرها، وإحنا ما عندنا حساسية إذا هذا نقول الرجل تبع دليل، هذا الدليل ناهض أو غير ناهض، ويحمل عليه الغزالي حملة عجيبة شديدة. ارجع إلى كتاب المنخول وإلى كتاب المستصفى مثلا، أو إلى كتاب المنخول ارجع إلى لترى. زين، مع ذلك ما عندنا إحنا حساسية إزاء هذا. فهذه التربة احنا إنما نسجد عليها، لا نعبد إلا الله عز وجل، والتربة مجرد موضع للسجود. وإذا كانت موضع للسجود يعني أنا عندما أتوجه بقبلتي إلى الكعبة لا أعبد الكعبة، أعبد الله، والكعبة قبلة. كذلك الأرض أنا أسجد لله، والأرض موضع السجود. والتربة التي أسجد عليها مو منحصر السجود عليها، أنا إذا حصل على حشائش من الأرض، ورقة من الشجر أسجد عليها، كبريتة مما لا يأكل ولا يلبس، لأن الإمام يعلل يقول ما يأكله الناس وما يلبسونه غالبا بشائبة عبادة. والأرض التي لأنها أرض، نعم، الله عز وجل أباح لنا بأن نسجد عليها، وهذا كل ما هو حول التربة. أما اللي يتصور أن التربة بها شائبة عبادة هو مشتبه، مو عارف الدليل، ولا عارف أن إحنا أناس لا نعبد إلا الله عز وجل، ومن يعبد غير الله فهو مشرك، له ما للمشركين وعليه ما على المشركين. أما نحن فنسجد على تربة هي قطعة من الأرض بإجماع المسلمين، السجود جائز عليها، هذا ليس إلا. اثنين، أما زيارة القبور فأنا أرشد، لا هذا الموضوع يعني يتطلب للإجابة عليه أيام وأيام. أنا أرشد إلى الجزء الخامس من كتاب الغدير للعلامة الأميني، ليرى آراء المذاهب الأربعة في استحباب زيارة القبور، وأن الصحابة كانوا يزورون القبور، وأن السيدة عائشة كانت تزور قبر أخيها عبد الرحمن وترجع وعيناها فيها آثار البكاء، وسئلت عن ذلك كانت تبكي وكانت تزور. نعم، يوشك الرجوع إلى المصادر، مصادر أهل السنة، ستجدها تفصيلا بالدقة، بالصفحة وبالساطر وبالكتاب وبسنة الطبع في الجزء الخامس من الغدير، وقد استوعب الموضوع من كل أبعاده، ونص على آراء علماء المسلمين من المذاهب الإسلامية كافة، فبالوسع الرجوع إليه. هذا فيما يخص زيارة القبور والبكاء على الموتى، ستجده مستوعبا في هذا الجزء. مولانا أيضا الأخت السائلة اللي كانت قبل الموجة سألت ليش أهل الشيعة على طول موضع اتهام دون بقية المذاهب الإسلامية؟ لأنهم ولدوا فئة معارضة، وغالبا المعارضة تتعرض إلى كثير من الافتئات عليها، لأنهم عندهم مواقف أحيانا متصلبة، والمواقف المتصلبة نعم مدعاة لأن يتصلب إزاءها، ولأن هناك عوامل أخرى تدخلت إلى جانب العامل الديني، يعني أشار إليها الخليفة الثاني في حواره مع عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس يقول كنت أتمشى مع الخليفة الثاني، وبالوسع الرجوع إلى ابن الأثير وإلى الطبري لتتبع هذه الرواية. يقول فرأيته تحسر حسرة ظننت أن أضلاعه قد انطبقت، فقلت له يعني ما مؤداه هذا المعنى، قلت له لماذا هذه يا أمير المؤمنين؟ قال على أمة محمد ومن سيتولى أمرها من بعدي. يقول عددت له جماعة وأخذ
يقيمهم. قلت له ما تقول في طلحة؟ قال ذو الباء بإصبعه المقطوعة مع هنات صدرت منه في حياة رسول الله. قلت ما تقول في الزبير؟ قال مؤمن الرضا كافر الغضب لو ولياها لظل يلاطم بالبطحاء على صاع من شعير. قلت ما تقول في عبد الرحمن بن عوف؟ قال لي هذا زير نساء لا يصلح إلا إلى كذا. وبدأ يقيم يقول سكت عنه. قال ما لي أراك سكت عن صاحبك؟ قلت أو ترشحه لها؟ قال ويحك ولم لا، وهل قامت حرة عن مثله؟ قلت إذا لماذا منعت عنه الخلافة؟ قال كره قومكم أن تجتمع لكم النبوة والخلافة فتجفخوا على الناس جفخا وتنفخوا عليهم نفخا، فاختارت قريش لأنفسها فوفقت وأصابت. فأجابه عبد الله بن عباس في جواب طويل بالوسع الرجوع إلى. ومن هذا الحوار يظهر أن عصبية قريش حالت دون وصول الخلافة إلى الإمام علي عليه السلام، نعم، وكونت حزبا مضادا له، ومن تبعه أصبح ملاحق. وجدت هذه الملاحقة بقوة الاستمرار. والخصم إذا أراد أن يسقط خصمه يعني يسقطه بكل سلاح، أحيانا يفتري عليه. فإحنا في الواقع موقفنا مو أكثر من إزالة الشبه عنا. أرد بإطرائي عليك الطوارئ بس مو أكثر، وإلا واقعنا الحمد لله متألق. إحنا على وعي وعلى تمسك بكتاب الله وسنة رسوله وبالإمساك بالخطوط العامة للمسلمين. أما إذا أراد ينسب لنا واحد ما لا يلتقي مع الإسلام، إحنا نوضح أن هذه النسبة غير صحيحة. هذا شو تسميه دفاع أو سميه تجلية، سميه ما شئت. إن شاء الله. الأخ منتصر ما اتصل وإحنا منتظرين اتصاله. معنا السيدة أم حسين من السويد. أخ أم حسين. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك مولانا. وبكم. سؤالي عن أولا عدالة الصحابة. كتب إخواننا السنة دائما يذكرون أن كل الصحابة عدول، كل من شاهد الرسول عدول بالنسبة لهم، فلذلك يأخذون بأقوالهم جميعهم ما تفرق. والثاني عن الحديث اللي يقول عن الصحابة إذا أخطأ له أجره وإذا لم يخطئ له أجره. هذا المجتهد مو الصحابة. هذا المجتهد مو الصحابة. لا، لأنه مثلا حرب الجمل عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عللوه بالاجتهاد. اجتهدت وليس لكونه صحابي. طيب اجتهدت وأخطأت هالخطأ وبعدين إلها أجر واحد. أو عن معاوية الخليفة معاوية اجتهد وحرب فلسطين إنه طلع عن الإمام علي أخطأوا إلى أجر. فكيف يعني إنه ينحط معاوية ويا الإمام علي وأخطأوا إلى أجر؟ هذا السؤال الثاني. على أي حال، أولا فيما يخص موضوع عدالة الصحابة، هي موضوع أخذ ورد بين المذاهب الإسلامية، لكن احنا نتبع فيها ما رسمه القرآن. القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم: ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلم. احنا نتبع ما أشار إليه القرآن من أن هناك فئة من المنافقين ومن المؤلف قلوبهم، وقد تعرضت لها كتب الحديث بصورة مفصلة. زين، هاي من ناحية. من ناحية ثانية أن عدالة الصحابة، البخاري نفسه يروي في أحاديث الحوض، وبالوسع الرجوع إلى صحيح البخاري في باب أحاديث الحوض، لأنه بلغني أن بعض الأخوة قال أنا تتبعت رواية ذكرها الشيخ عن صحيح البخاري فلم أجدها. أنا أطمئنها أني لا أذكر رواية ما لم أكن متأكدا منها. عدالة الصحابة فليرجع إليها في أحاديث الحوض. أحاديث الحوض كلها تشير إلى أن هناك جماعة يفدون على النبي يوم القيامة ويريد أن يشفع لهم، فيقال له إنك لا تدري ما أحدثوا من بعدك، نعم، ويؤخذون إلى النار. زين، في موضوع عدالة الصحابة احنا ما نريد من وراء عدالة، يعني من وراء بحث هذا الموضوع أن ننقص من قيمة الصحابة. يعني يجب أن يعلم السامع أننا الآن إذا وجدنا تراب يطأه الصحابة نحن نقدشه. منين أن نحصل جماعة في مثل ذلك المستوى من مستويات صحابة رسول الله؟ لكن ليس معنى ذلك أنهم معصومون لا يصدر منهم الخطأ، لا، يصدر منهم الخطأ.
فإذا كان دولة بأجمعهم معصومين وهم بالآلاف، إذا ليش ينكر علينا القول بعصمة 12 واحد؟ إذا كان الآلاف معصومين، وإذا كانوا غير معصومين يعني يجوز صدور الخطأ منهم، وإذا جاز صدور الخطأ منهم جازت مناقشتهم ومؤاخذتهم. فمسألة عدالة الصحابة ما تثبت، والمسألة مبحوثة في كتب الحديث بصورة مفصلة، ولا أريد أن أقحمها لأنها ما تقف حجر عثرة في طريق وحدتنا، ولا تقف حجر عثرة في طريق تقدمنا. أرجوك أن صحابة رسول الله هم الذين نصروا الدين ووقفوا إلى جانب رسول الله ورفعوا راية الإسلام ولواء لا إله إلا الله، فجزى الله المحسنين منهم خير الجزاء وأدخلهم فسيح جنانه، وغير المحسن منهم سيحاسبه التاريخ والله عز وجل أيضا حسيبه. وإحنا ما نقول أن كلهم معصومون أو كلهم لا يمكن أن يصدر منهم الخطأ، والموضوع على كل حال موضوع شائك ليس من السهل الإفاضة فيه. هاي فيما يخص عدالة الصحابة. أما أن بعض الأفعال التي صدرت يعني من قبيل خروج السيدة عائشة أم المؤمنين إلى قتال أمير المؤمنين وأنه اجتهاد، محل كلام هذا أنه اجتهد، هذا مو مورد من موارد الاجتهاد، مع أن الروايات تقول أن النبي صلى الله عليه وآله حذرها، ولذلك هي كانت ترسل ملحفتها على عينيها فتبكي إذا ذكرت واقعة الجمل. ومن أحب فليرجع إلى الجزء من المستطرف الخاص بذكر الأولياء والصحابة والسادة الأخيار تحت هذا العنوان. ومن دخل على أم المؤمنين عائشة وذكر لها خروجها لواقعة الجمل وكيف بكت وأرسلت ملحفتها على عينيها وقالت ذلك أمر قضي عليه، وجملة من علماء إخواننا يقولون أنها تابت، والتوبة لا تكون إلا من خطأ. نعم مولانا، هاي من ناحية من ناحية أنه هذا مسألة اجتهاد، مو مسألة اجتهاد، هي احنا ندينها كما ذكرت أنا بخروجها على إمامها، عدا ذلك أنها تابت أو ما تابت ذاك شيء آخر. أما كون معاوية أيضا اجتهد وأخطأ، إذا ما يبقى عندنا واحد مرتكب لمعصية من المعاصي إلا ونقدر نعطيها الصمام الأمن أنه اجتهد فأخطأ. لا يا سيدي، الرجل على كل حال قاتل من أجل دنيا وقاتل من أجل حكم وانتهى إلى حكم، صحبته إلها شيء إلها مكان، وعمل هذا إلى مكان، هذا إلى حسابه وهذا إلى حسابه. فلا نخلط، يعني لا نيجي إحنا في سبيل تنقية الساحة أن نصحح كل الأفعال التي صدرت، لا، ما ينافي أن نقول أن هنا أكو خطأ وهذا الخطأ صحح أو ما صحح. هاي نقطة. النقطة الأخرى، إذا أردنا جمع كلمة المسلمين أنا نقول أن هاي تاريخ، هذا خلوه بين العلماء، وإحنا ما بيننا خلونا بالإجمال نؤمن بقيمة وأهمية أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله ورضوان الله عليهم. معنا أيضا الأخ الدكتور حميد النجدي من بريطانيا. دكتور حميد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تحياتنا إلى سماحة العلامة الجليل الشيخ الدكتور أحمد الوائلي، حياكم الله، وجزاه الله خير الجزاء عن الإسلام وأهله. حياكم الله. ونشكر قناة ANN والأخ الدكتور هشام حياك الله حبيبي على هذا البرنامج الشيق في تقديمه لمثل هؤلاء الأعلام للتقريب بين المسلمين من جميع المذاهب ورفع راية الإسلام إن شاء الله. أجركم الله خير الأجر والجزاء على هذا العمل العظيم، ولجميع الأخوة الذين يتفضلون بهذا التقديم. مداخلة سريعة جدا. تفضل دكتور. هناك حقيقة حديثان في البخاري ومسلم أود أن أقرأهما سريعة جدا في موضوع الزواج المنقطع أو زواج المتعة. عن مسدد يقول، يحدث البخاري عن مسدد يقول: حدثنا يحيى عن عمران أبي بكر حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حسين قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينهى عنها حتى مات، يعني النبي صلى الله عليه وآله.
قال رجل برأيه ما شاء، قال محمد يقال إنه عمر. هذا من صحيح البخاري الجزء 5 الصفحة 158. وحديث آخر في صحيح مسلم الجزء 4 الصفحة 131 يقول عن أحدهم عن الصحابة: كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين، يعني متعة الحج ومتعة النساء. فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما. هذا الحديث في صحيح مسلم الجزء 4 صفحة 131. وعن جابر بن عبد الله الأنصاري يقول صراحة: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث. هذا أيضا في صحيح مسلم الجزء 4 صفحة 131. شكرا دكتور، ألف شكر لمشاركتك معنا، وأنا آسف أقاطعك أخي العزيز بس لأنه معنا أيضا هذه الأحاديث التي تفضلت بها أنا ذكرتها في كتاب فقه الجنس، ولكن إخواننا من مذاهب أهل السنة يذهبون إلى أنها بعد تشريعها نسخت، وأن النبي نسخها بعد ذلك أو نزل ما يحرمها بعد ذلك. ودعوى النسخ في الواقع لم تثبت، ولذلك نسب الخليفة عمر إلى نفسه تحريم المتعتين. وكما ذكرت لك فيما سبق أن تحريم هذا الأمر إلى أسباب في واقع الأمر، ولعل أهم تلك الأسباب أنه رأى أنه أشيء استعمالها. أما متعة الحج فهناك من يذهب إلى أنها منعت بدافع اقتصادي، يعني للتفريق بين المتعة بين حج التمتع نعم وبين الحج، فأراد أن يكون هناك وقتان حتى يتم انتفاع أهل البيت يعني أهل مكة بمجيء الغريب إليهم والإنفاق هناك. والمسألة مبحوثة بصورة مفصلة وبالوسع الرجوع إليها في كثير من المصادر، ولعل من أهم تلك المصادر المراجعات والفصول المهمة كلاهما للراحل السيد عبد الحسين شرف الدين قدس الله سره، وبالوسع الرجوع إلى ما كتبه أستاذنا المرحوم السيد حسين مكي أيضا في كتابه المتعة بصورة مفصلة. في واقع الأمر أن هذه المسألة لا تحتاج إلى هذه الإطالة، وخصوصا هذه الأيام اللي أصبح بتناول المرأة من السهولة بمكان. يعني احنا نريد أن ننأى بأنفسنا نبعد بأنفسنا عن الحرام، ومن أبى ذلك نعم فليأبى ذلك على كل حال. وأنا ذكرت أنه لا يأبى ذلك ما دام يذهب إلى جواز زواج المسيار وإلى جواز الزواج المؤقت، وأنا أشرت إليه وإلى جملة من الأنكحة. على العموم ما ينبغي أن تأخذ هذه المقدار الواسع من هذا، لأن الموضوع في الواقع أنا هم عندي عقدة منه في الواقع عندما أمر به. مولانا بعد إذنك معنا أيضا المشاهد عبد الرحمن زهاوي من السويد. أخ عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الصحة؟ الله يسلمك. والله لو ممكن أسأل الشيخ سؤال. تفضل أخوي الشيخ. تفضلوا. السلام عليكم يا شيخ. سلام عليكم. بارك الله لك ورحمة الله على أجل التسهيلات في أمور الشرعية. حياك الله. شيخ عندي سؤال: هل يجوز للمسلم أن يعيش مع مسلمة ومشركة ويعتبرها زوجة له دون إداء الزواج الشرعي عند الإمام، أو بمصطلح آخر يعني يعيش زوجة يعني كأوروبي، أو يحلل لنفسه يقنع نفسه بأنه الأعمال بالنيات دون أن يمشي عند الإمام أو يتزوج في المسجد أو عند أي إمام؟ صار معلوم. أولا الزواج لا يتم إلا بالعقد الشرعي، لأن العقد تترتب عليه التزامات مع المسلمة. أما المشركة فلا يجوز الزواج منها ابتداء، وأما الكتابية فكذلك لا يصح الزواج منها، سواء على رأي من يذهب إلى جواز الزواج الدائم
أو على رأي من يذهب إلى جواز الزواج بالمنقطع، كذلك لا يصح الزواج إلا بالعقد، لأن ما يتم أصلا هو معنى الزواج هو إيقاع العقد اللي هو عبارة عن إيجاب وقبول. فعمل مثل هذا الرجل لا يصح ولا يمكن أن تعتبر زوجة إلا. مولانا في بالحقيقة أيضا الأخت أم علي من لندن، أنا آسف شوي أخرتها معي، تفضل أخت أم علي. السلام عليكم ورحمة والبركة. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونكم شيخنا؟ حياكم الله. شرفني بسماع صوتكم. هلا بكم. عفوا بس في العجالة شيخنا، يعني توصلت لنا من أحد الأخوان أن عن طريق الإنترنت نازلة فرية على أهل الشيعة، وهي أن عندهم كتاب قرآن مخفي يحوي سورة زايدة على القرآن اللي معروف واسمها سورة الولاية. في الحقيقة أنا الآن شخصيا ماسكة يعني الورقة اللي تحصلنا عليها فيها سورة الولاية، إذا تحبون أقرأها عليكم. لا ما يحتاج، أنا عارف الدعوة. عموما هي على أساس طبعا احنا حاولنا في صورة توضيح يعني إثبات بكل الطرق من بعض بأن هذه يعني صورة مفترى، لكن البعض يقول إنكم أنتم قد تكونون خايفين ومخفين هذه الصورة. هذه نقطة. يا أم علي، احنا أنا أتبرع لهذا الرجل من هنا ب100,000 استرليني، والناس يشهدون علي أن يجيب لي نسخة واحدة من هذا القرآن. أنا أتحداه وأتبرع له بمبلغ طائل أن يجيب لي نسخة واحدة من هذا القرآن. إذا قدر يحصل لي على نسخة من هذا القرآن، وأنا مستعد أن أضع يده على روايات تذهب من أهل السنة إلى أن القرآن الموجود هو ثلث القرآن. نعم. وبالوسع الرجوع أكو باب في السيوطي في كتاب السيوطي الإتقان، فيرجع إلى عدد آيات وكلمات وحروف القرآن. هناك رأي حتى للخليفة الثاني بأن حروف القرآن 1,047,000 حرف، وإذا أردنا أن نحسب القرآن على الحساب الموجود الآن يعتبر ثلث. زين، فهل أننا يصح لنا أن ننسب إلى أهل السنة بأنهم يقولون بإسقاط ثلثي القرآن وإحنا نعرف أنهم لا يأخذون بهذه الروايات؟ ما أكثر الروايات من النوع، وهذه روايات لا يؤخذ بها عند أهل السنة وعند الشيعة، لا يؤخذ بهذه الروايات موجودة. لكن القرآن هو ما بين الدفتين، هذا ما بزيادة وما بنقيصة. أما المرتزقة فأنصحهم أن يدوروا لهم باب غير هذا الباب، أنصحهم أن يلقوا لهم دكان غير هذا الدكان ينتفعون منه، والمسلمين يعلمون أنه ما بين الدفتين هو القرآن، والله عز وجل يقول وإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. مولانا معنا أيضا الأخ رعد الرديني من الدنمارك. أخ رعد. نعم وياك من النرويج بالحقيقة. من النرويج. عفوا أخوي تفضل. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. أنا الحقيقة التقيت بك في سالف الزمان يعني وسألتك سؤال. نعم. وجواب كان في وقته يعني منطقي ومعقول وهاي، بس بالوقت الحاضر نطالبك احنا كناس أن ندخل بباب آخر يعني غير الباب اللي احنا بيه. هسه احنا بدنا ننتفع من علمك خلال ساعة أو ساعتين أو 3، وهذا غير معقول يعني أن عالم بمستواك أن المسلمين في كل أنحاء العالم ينتظرون منا ساعة أو ساعتين أو 3. ممكن تقترح أخوي، ممكن توضح أخرى. نعم، الاقتراح للشيخ. نعم. أن يتصدى الحملة يفتح لنا فضائية. وأنا واحد من الناس اللي مستعد أتبرع للعمل بيها أو التبرع من أجل عملية التأجير محطة فضائية أصبحت عملية ممكنة. أنا قلت لك في وقتها يا دكتور، قلت لك في ناس ما يفرقون بين الشيعة والشيوعية، يعني يقولون الشيوعيين البارحة كان عندهم هنا اجتماع في الحسينية الفلانية بالكويت، ما يميزون بين الشيعة والشيوعيين لحد حد يعني أكو جهل بينا. فإحنا ما نريد شيء، نريد نقاش مفتوح عبر فضائية. فكلامك أنت مسموع ومكانتك معروفة في كل أنحاء العالم بين المسلمين والمسيحيين والأديان الأخرى أيضا. فليش ما تبدينا بحملة لفتح محطة فضائية في إحدى دول أوروبا؟ أصبحت عملية سهلة وممكنة. والله لك علينا أن نعرض هذه الفكرة على أصحاب المال ممن يقدر على أن يوظف جزء من أمواله للقيام بهذا العمل الخيري الكبير. نعم. احنا نلاحظ مثلا الأحزاب الكردية فاتحة محطة ببلجيكا، البككة مال الأكراد تركيا، الفاتيكان فاتح محطة، فإحنا نقدر يعني هذه تطمع بحكم
وإحنا ما جاي ندور حكم، هذا الواقع. لا يعني الواقع من حقهم أن يفتحوا لقضيتهم قنوات فضائية، وهذا يخصهم في واقع الأمر، وحق من حقوقهم الطبيعية ولا غبار عليه. لكن إحنا حاليا نعمل لجهة ما بيها رجاء عاجل، ولذلك تلقى شوية ثقيل الاستجابة إلها. بس لك علي أن أطرح الفكرة على جملة من المتمولين لعلهم الله يهديهم، نعم، يقومون بفتح قناة إسلامية. وقبل اقتراحك هذا الآن كان الأخ هشام يقترح هذا المعنى إن شاء الله. شكرا. وإن شاء الله نطرحه، والباقي على الله عز وجل. شكرا أخ رعد. مولانا أيضا في بالفترة الأخيرة على الأقل أثيرت قضية الإمام 11 وصاحب الزمان الإمام الغائب. يعني هل هي مسألة مؤقتة؟ هل من حق أي مسلم أن يجتهد في هذا المجال، خاصة إذا كان يعني باحث شيعي ويعني سبقا آمن أو تصدى لأطروحات ويختلف معها الآن، يمكن تكون قناعته اختلفت مثلا؟ أنا أشبعت هذا، يعني سبق أنا أشبعت هذا الموضوع في الحلقة السابقة. نعم. وقلت أن المسألة لها أطراف متنوعة. يعني مسألة الإمام المهدي مسألة بها أكثر من بعد. أولا البعد الأول، هل هو موجود أو مو موجود؟ وإذا كان موجود شو الفائدة من وجوده إذا كان لا يرى؟ وهل هو محتجب عن البصر أو لا، أصلا محتجب نهائيا عن الوجود؟ وهل إمكان قائم يعني ببقاء إنسان هالمدة الطويلة أو غير قائم هذا الإمكان؟ يعني تغطية هل أبعاد هذه وغيرها في مسألة الإمام المهدي يحتاج بها الرجوع إلى كتب مطولة، وما ممكن نجيب عليها بهالعجالة. لكن احنا نرشد. نعم. نرشد إلى المؤلفات في هذا الباب. نعم. مؤلفات في هذا الباب كثيرة، ولعل أنا شفت من المؤلفات يعني الواقع للأستاذ العبادي، وهو من علماء مكة المكرمة، وعلى ما أتخطر يعني يمكن صحيح الأثر في أخبار المهدي المنتظر، يمكن من النوع شيء من هالقبيل. الأستاذ العبادي بحث المسألة من وجوه متنوعة، وبحثوها جماعة من علمائنا وجماعة من حملة الأقلام عندنا وأرباب الفكر عندنا بصورة مفصلة بعنوان الإمام المهدي، وأشرت أنا إلى المصادر. وإن شاء الله عندي كتيب صغير ربما يصدر قريبا وهو زيف النقول فيما قيل ومن يقول. إن شاء الله أنا سأستعرض بهذه المسألة وأنص بها على ثبت لهذه المؤلفات في الإمام المهدي، وبالإمكان التعرف على هالفكرة وتغطيتها الكاملة، وإلا ما نقدر بهالعجالة هذا، والوقت عندنا دقائق أن نغطي هذه المسألة. مولانا أيضا يعني هل يجوز تكفير من يرتد عن فكرة وجود الإمام المهدي المنتظر؟ يعني احنا عندنا مو مسألة تكفير، يعني في الواقع يعني احنا الآن اللي ينكر الإمامة رأسا نعتبره مسلم، حاكم نعامله معاملة المسلم. أما بالنسبة للشيعي لا، إلى حساب آخر. الشيعي الاثناعي اللي يعتقد يتعبد بالنصوص الواردة التي تعين أن من بعد رسول الله 12 إمام، أولهم الإمام علي بن أبي طالب وآخرهم قائمهم بها التعبير، والمسألة مبحوثة في كل الكتب ذات العلاقة بالموضوع، هذا إلى حكم آخر. منكر إمامة يعني منكر نعتبره منكر ضرورة من الضروريات. مولانا بإجازة لو تكرمت، يعني بدل من الإكثار من المساجد والله يكثرها إن شاء الله في أوروبا، ألا تعتقد أن الإكثار من المدارس أيضا واجب يكمل؟ في عقيدتي أنا أن أولا المسجد يلعب دورة. المسجد يعني الأصل في مساجد المسلمين، احنا مدينين بثقافتنا ومدينين بوجودنا للمساجد، وإذا أكو عندنا علامات مضيئة من العلماء هم خريجوا المساجد، خريجوا الجوامع مو خريج الجامعات. نعم، مع احترامنا لخريج الجامعات، لكن خريج الجوامع هم اللي أغنوا تاريخنا وتراثنا. المسجد يلعب دور مهم، وماكو مانع الجمع أن يكون إلى جانب المسجد مدرسة. وأساسا هو المسجد عند تاريخ المسجد عند المسلمين كان مسجد وكان مدرسة أيضا. يعني مسجد الرسول كان والمسلمين يصلون به، وبنفس الوقت يتدارسون حلقات دراسية، وكان النبي صلى الله عليه وآله إذا طلع يجلس مع الذين يتدارسون، يقول إنما بعثت لأكون معلما، وكان يجلس مع الذين يتعلمون. احنا ندعو أثرياءنا وندعو حملة الفكر والأموال ممن يجمع بين الفكر والمال
أن يبادروا إلى فتح مدارس إذا كان يهمهم المحافظة على أبنائهم وأن يبقى أبنائهم في نطاق العقيدة الإسلامية بعيدين عن التشرذم وبعيدين عن الذوبان، ونسأل الله أن يعينهم على ذلك ويوفقهم. وهذا كلمة نبعثها من ها هنا لكل قلب ينبض فيه لا إله إلا الله أن يلتفت إلى ضرورة العمل على فتح مدارس بمختلف درجاتها لاستيعاب أبناء المسلمين والمحافظة على عقيدتهم وأحكامهم. هنا أيضا معنا المشاهد جاسم المعموري من النرويج. أخ جاسم، أخ جاسم حياك الله أخوي، تفضل بإجازة لو كرمت. لا يا أخي أنا عبد الرحمن الوائلي أرجوك. تفضل أخوي حياك الله، ناديتك أنا ما كنت موجود. تفضل. عبد الرحمن الوائلي من هولندا. تفضل يا أخي تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. كيف الصحة سماحة الشيخ؟ مرحبا بك، أهلا بك عبد الرحمن. كيف أحوالكم؟ الله يبارك فيك. الله يحفظك شيخنا. أنا كنت في البداية أحب أن أسأل عن الحدود التي يجب أن يقف عندها الباحث في مسألة قراءة النص، وأنتم تحدثتم في البداية أيضا عن هذه المسألة وشرحتم القاعدة التي تقول لا اجتهاد في مقابل النص. ولكن قبل أكثر من عقدين من الزمن بدأت تظهر في الساحة الثقافية العربية بعض الأقلام الأكاديمية من أمثال محمد عبد الجابري ومحمد أركون وطيب تيزيني، بدأوا يقومون بهذه المهمة ولكنهم يتبعون في ذلك مذاهب فكرية غربية مستوردة. كيف ترون هذه المسألة وما هو ردكم على هؤلاء؟ هذا أولا. لا كافي هنا يا أخوي لأن الوقت المتبقي ما يسمح لي يا أخ عبد الرحمن، وأنا آسف جدا معك لأنه في عندي 50 فاكس ما قدرت أرد عليها أصلا وأنا أعتذر من أصحابها. يا أخ عبد الرحمن، كل اجتهاد في نص قطعي السند والدلالة اجتهاد باطل بإجماع المسلمين، وأي آلية من الآليات تتبع إلى اختراق هذا المعنى فهي آلية مرفوضة تماما. الاجتهاد يصح في الظاهر، في النص الظاهر اللي يحتمل أكثر من وجه. الاجتهاد يصح في القواعد العقلية، يعني أنا أجتهد مثلا أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هي أجتهد بها القاعدة العقلية اللي هي محل تسليم عند العقلاء. تقديم الأهم على المهم في باب التزاحم هذا يمكن الاجتهاد به باعتبار قاعدة عقلية يقرها العقلاء. أنا أجتهد مثلا في عدالة البعض دون البعض الآخر، أجتهد في أن هذا الطريق المؤدي إلى هذا الحديث هل يثبت له حجية أو لا يثبت له حجية. أما الاجتهاد في داخل النص، يعني في فهم النص بالآليات الفنية المتبعة ما في مانع، لكن مقابل النص يصير قال الله وأقول. النص يقول بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يجي واحد يقول لا احنا نساوي بين الذكر والأنثى، نقول له هذا اجتهاد مرفوض لأن هذا الأمر يرتبط ارتباط مباشر بجانب آخر من الجوانب وهو الاقتصاد الإسلامي. الاقتصاد الإسلامي إلى بنية معينة وهذا يرتبط بتلك البنية، والإسلام ناخذ على نظرية الجشتالت، جزء ما مو كل جزء نعم ما يمكن أن نجزئ تفاريق وأجزاء، إنما نأخذ بمجموعه، فاجتهاد كهذا آليته مرفوضة. مولانا أنا آسف أقاطعك، لكن أيضا هذا الأفاضل اللي تطرق لهم الأخ عبد الرحمن كلهم فلاسفة فكر، يعني ألا يجوز لهم الخوض في هذه الأمور؟ لا، يعني الواقع احنا مع احترامنا للأساتذة المذكورين لكن احنا نؤمن بالتخصص، احنا نقول الفقه إلى مناهج. طيب شكرا مولانا، أنا بس وإلى أبواب. نعم آسف أقاطعك. إذا ما عندهم تخصص ما يسعهم الدخول في هذه المواضيع. إن شاء الله يكون الرد واضح. يرجع بها للفقهاء بإذن الله. معنا الأخ أيضا جاسم المعموري من النرويج. أخ جاسم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف أحوالكم شيخنا العزيز؟ الله يرعاكم ويبارك فيكم. الحمد لله. طبعا شكرا لقناة الأنان على هذا اللقاء الرائع. الحمد لله. وعندي كلمة قصيرة جدا، يقول في الوقت الذي تشتد فيه الهجمة الشرسة من قبل أعداء الدين الحنيف وتشتد فيه الصيحات العنيفة على المؤمنين من المسلمين من قبل الصهاينة المجرمين والسياسات الخبيثة للبيت الأسود في أمريكا، ونحن في وضعنا هذا الذي لا يحمد عقباه، فهذا سني وهذا شيعي وهذا وقد غلبنا في معظم المواقع
فلم لا نضع اليد على اليد والرأي على الرأي والقوة مع القوة وننسى كل ذاك الذي فات؟ فنحن وصفنا بأننا خير أمة أخرجت للناس، فهل ينطبق علينا هذا الوصف ونحن في هذا الحال؟ شكرا أخ جاسم أنا آسف أن أقاطعك أخي العزيز، لأن الوقت المتبقي جدا قصير عندي، وأنا آسف مرة أخرى للسادة والسيدات الذين أرسلوا. أنا عندي بحدود 65 فاكس. أنا أعد مثل ما قلت بالبداية، إذا أرسلوا لي أرقام تليفوناتهم فاكساتهم، هذه الفاكسات توصل للعلامة الجليل الشيخ أحمد الوائلي وسيرد عليها، وهو رجل وعد بذلك. لكن إمام الجليل حقيقة على سبيل العجالة يا أخ، الله عز وجل يقول بسم الله الرحمن الرحيم وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. احنا نعرف جملة من أو بالأحرى جمهور الناس يعلم الأضرار المترتبة على شرب الخمر ومع ذلك يشرب الخمر. هناك جماعات كثرة يعرفون الأضرار على خيانة أوطانهم ومع ذلك يقدمون على خيانة أوطانهم. فإحنا ما نقدر نصلح الناس كلهم نجعلهم ملائكة. إحنا علينا أن ندعو، نقول هذا طريق الله، ونقول أن الإسلام يجمعنا وراية لا إله إلا الله تظللنا، وينبغي أن يكون هدفنا هو السير نحو هذا الهدف والباقي على الله عز وجل. إحنا نقول هذا نرشد ونصلح. أما من أراد يعني إذا كان هناك مريض وتعطيه الدواء ويأبى أن يشربه ماذا نفعل؟ ويتحمل مسؤولية نفسه. احنا علينا أن نرشده، نوضح له الطريق، نيسر له الآليات، نزيل عنا الشبه، هذا واجبنا. أما عدا ذلك هو وتوفيقه وهو وظروفه. وعلى العموم كل اللي نقدر علينا عن اللي في وسعنا نعمله، واللي خارج عن وسعنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مولانا باقي عندي دقيقتين بس، ودي أسألك ما موقف الإسلام الآن من العنف؟ هناك من يرفع راية الإسلام ويحارب ويجاهد، لكن الدول الكبرى تفسر هذا الموقف بأنه تطرف أو إرهاب، وقد يكون في حق أو غير حق. أنا إذا كنت أدافع عن أرضي وعن عقيدتي وأدافع عن مقدساتي، الآخرين نظرتهم إلى هذا الدفاع تختلف. طبعا نظرتهم مصطبغة بالمصالح. اللي يراني بصورة بعين واقعية ينظر إلى يقول هذا يدافع عن أرضه، يدافع عن كيانه، عن وجوده. إذا كنت أنا أدافع عن أرضي وعن مقدساتي وكياني ولا أريد البغي على عباد الله، فما يهمني أن يقول عني القائلون ما قالوا، يردون يرموني بالإرهاب أو يرموني بأنني عندي عنف. هذا وسيلة من الوسائل اللي يراد بها تحطيم الخصم، يعني يراد يعني حشد سلاح من الأسلحة اللي تطرح بالساحة. وإلا مثلا أنا الآن الفلسطيني لما يريد يدافع عن أرضه هذا أنا أعتبره إنشاء إرهابي هذا، أو الذي أرضه محتلة يعني مثلا أنا هذا إذا أراد أن يدافع عن أرضه المحتلة أعتبره إرهابي، أو الذي يدافع ظالما منع من القيام بأبسط تلبية حاجاته، نعم هذا أنا أعتبره إرهابي. مو إرهابي، هذا يدافع عن حقوقه. أما إذا لا والله واحد إرهابي يعتدي يبغي يعتدي على عباد الله، لا هذا مرفوض وهذا إرهابي. لكن لا تختلط الأوراق، لا نخلط بين هذا وبين ذاك. أصحاب الحق المدافعين عن حقوقهم. شكرا مولانا، أنا شاكر لك جدا. ليسوا بإرهابي. ألف شكر لك. أعزائي المشاهدين، لمن لم نستطع الرد على فاكساتهم ودي أعطيهم رقم تليفون الإمام الشيخ أحمد الوائلي في دمشق، بالإمكان الاتصال فيه على 0096314562. أكرر 0096314562 أو 00963145450842. هذا في دمشق. أو إرسال فاكسات إنه وإحنا نوصلها للشيخ الوائلي ليتمكن من الرد عليها. وأنا أسف لأن